السلام عليكم ومرحبا بكم في صوت القصة. كنتمنى انكم تكونوا كاملين على خير وبخير. في هذه القناة كنتشارك معكم قصص واقعية معبرة وصادمة في بعض الأحيان. كنتمنى ان هذه القصص تكون خفيفة على قلبكم وتنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليونا نبداو. هذه القصة اللي غنعاود لكم اليوم قصة زوينة ومعبرة، واخا هي حزينة شوية في الأول ولكن عندها نهاية سعيدة. هذه قصة خديجة، ديال 3 ديال الأطفال في حي شعبي في مدينة الدار البيضاء. دائما كتفيق مع 4 ديال الصباح، كتوجد الماكلة وكتهز حوايجها وكتمشي للسوق القديم، كتبيع فيه الماكلة، كتبيع الحريرة والخبز والمعقودة. خديجة كانت مجوجة بواحد السيد، وقعت ليه واحد الحادثة بالخدمة. بقات مع 3 ديال الدراري، 2 بنات ودري صغير اعمارهم متفاوتة. 2 بنيتات كيقراو والدري صغير حتى هو كيقرا، ولكن متفاوتين. خديجة منين مات راجلها بدات كتهز اعباء الدار كلها على كتافها، الحمل ديال الدار كله كتهزو على كتافها. خديجة كانت مقاتلة مع الزمان، والفقر كان داير بها من كل جهة ومن كل طريق، ومع ذلك كانت مرة كتغلبه ومرة كيغلبها. كتربي وليداتها وكتقريهم، نهار ما كتبيعش كتسد على راسها في الدار وكتبقى تبكي في الليل، كتخلي حتى كينعسوا وليداتها وكتبقى تبكي لانها بغات تعيش وليداتها في واحد البيئة زوينة، وبغاتهم يقراو ويعولوا على راسهم. بنتها الكبيرة زينب كانت كتقرا مزيان، كان حلمها تولي طبيبة. كانت كل مرة كتوصل للباب كتلقى الواقع ديالها حاجة وحلمها حاجة أخرى. دائما كان واقعها كيجرها لعنده، حتى هي كانت كتقاتل باش تحقق أحلامها، لدرجة أنها كانت كتقرا على شمعة. ودائما كان الصوت ديال الأم ديالها كيتردد في الداخل ديالها، وهي كتشجعها باش تقرا وباش تبدل واقعها. كتقول ليها: ابنتي انا ما قريتش، ولكن انتي خصك تقراي باش توصلي، باش تحققي طموحك. خديجة فاش كانت كتشوف بنتها كتجتهد وكتحفظ كتفرح، كتقول: هاد التمارين اللي كنضرب ما غتمشيش باطل، ما غتمشيش هكاك. كان دائما عندها واحد الامل ان واقعهم واحد النهار غادي يتبدل. واخا كانت ظروفها قاسية، كانت كتحارب مع الزمان على ود نفسها وعلى ود وليداتها. جا النهار اللي غتبدل فيه حياتها، واخا هي ما كانتش عارفة. كان واحد الشاب صحفي دائما كيدوز من الحي، وهذا النهار شاف خديجة هزة واحد القفيفة تقيلة بحرة باش غادية بيها. مشى عندها وعاونها وحط ليها القفة حتى لحد البلاصة اللي كتحط فيها الماكلة. بقى كيهضر معها وصورها ودار واحد الفيديو صغير على قناته في اليوتيوب بعنوان الأم البطلة اللي كتفطر الحي كامل باش تقري وليداتها. هاد الشخص هذا داك النهار فطر من عند خديجة وخلصها ومشى، ونسى انه دار داك الفيديو بحكم ان الفيديو كان قصير وكان عفوي بحال كيدير لها الاشهار.
باش الناس يبقاو دائما يجيو ياخدوا من عندها الخبز ويفطروا عندها ويشربوا الحريرة. دازت واحد المدة والصحفي بداو كيتواصلوا معاه الناس. هو نسى الموقف، منين مشى يشوف لقى ان الفيديو ديال خديجة دار البوز في الانترنت ووصل لمئات المشاهدات. فرح وعجبو الحال، الناس عرضت عليه المساعدة لخديجة، وبعض الجمعيات تبرعوا ليها بواحد القدر ديال الفلوس. الصحفي مشى عند خديجة باش يفرحها ويقول لها على الفيديو اللي تشهر في الانترنت ويعطيها المساعدات اللي صيفطوا ليها الناس. وفعلا مشى عندها وعطاها الامانة ديالها وعجبها الحال، فرحات. والصحفي طلب منها تعاود ليه على المعاناة ديالها باش يكتب عليها في الجريدة، يخصص واحد الفقرة يعاود فيها للناس على المعاناة ديال خديجة وعلى الواقع اللي كانت كتعيش فيه. من بعد شهرين تقريبا خديجة ولا عندها واحد المحل صغير على قد الحال، ما بقاتش كتحط في الزنقة ودارت محلها. وبنتها جاتها منحة باش تمشي تقرا في الرباط. لحظة وحدة كانت كفيلة باش تغير واقع ديال العائلة. دازت سنوات، زينب من بعد القراية تخرجت طبيبة، وخديجة حلات واحد المطعم صغير شعبي سماتو ماكلة الدار. كل صباح كتخرج منه نفس الريحة، ريحة المعاناة وريحة الصبر وريحة الحب اللي كيصنع المعجزات. من بعد ما نجح لخديجة المشروع ودارت لاباس، كانت جالسة مع ولادها وبدات كتضحك وقالت ليهم انا ما درت والو، غير بغيت نعيشكم في واحد المستوى زوين وربي اعطاني اكثر من اللي تمنيت. احبابي، وصلنا لنهاية القصة، ما سخيتش بيكم. تحياتي لكل امرأة كتخدم كتضرب تمارة باش تعاون راسها اولا تعاون عائلتها اولا تعاون ولادها وتحقق ذاتها. ماشي كل القصة كتسالي بحزن، وماشي كل الطريق كيبقى مظلم. كاين الضوء، كاين الامل، وكاينين الناس بحال خديجة اللي بالرغم من الفقر والهم خلقات بصبرها بداية جديدة. كنتو مع صوت القصة، الصوت اللي كيسمع نبض الناس وكيحكي الحقيقة بلا زواق. ما تنساوش، من ورا كل باب مسدود كاين ساروت، ومن ورا كل دمعة كاينة ضحكة. نتلاقاو في حلقة جاية وقصة أخرى من قلب الواقع.